تعالوا بقى نحط الكوباية على النار ونشوف هيحصل ايه. بس قبل ما نحطها تعالوا اقول لكم هنعمل ايه. عندنا بقى كوبايات وخلاص زهقانين منها وقرفانين منها وعاوزين نرميها بقى ونجيب كوبايات جديدة. لا، احنا مش هنرميها، احنا هنرجعها زي الاول واحسن كمان. كل الكوبايات ديت خلاص زهقانين منها، وبقى خلاص منظرها من جوه ومن بره شكلها مش عاجبنا، وعاوزين نجيب شنطة وخلاص ونرميها كلها. اوعوا ترموها، تعالوا اقول لكم على الخلطة السحرية اللي هترجع لكم الكوبايات زي الاول واحلى كمان. معانا طبق كده غويط، ومعانا لتر من المية العادية ولتر من المية المغلية، هنضيفهم كده على بعض. وبعد كده عندنا بقى كوباية من الكلور الخام، لازم يا جماعة يكون كلور خام. هاتي بقى كده مج كده كبير وضيفيه كده من الكلور الخام. وهاتوا بقى الكوبايات بتاعتنا ونحطها بقى في الطبق بتاعنا. كل الكوبايات عندك، اي كوبايات كده انت زهقانه منها وخلاص عاوزه ترميها، لا هنحطها في الخلطه دي وهنبيتها ليله كامله. وبعد الليله الكامله تعالوا نشوفوا بقى كده الخلطة السحرية عملت ايه. بصوا بقى الكوباية يعني رجعت زي الأول وأحلى كمان، يعني كأنك لسه شارياها جديدة. لونها حلو قوي زي المراية، بتلمع ومن غير غسيل ومن غير دعك ومن غير أي حاجة خالص. يدوب خدتهم وغسلتهم بس بصابون بس كده مرتين تلاتة، عشان خاطر ريحة الكلور حطيتش سلك فيها ولا دعكتها ولا أي حاجة خالص. يدوبك بشوية صابون عشان بس ريحة الكلور، وطلع معانا كوبايات وكأنها لسه جديدة. دي الكوباية بقى اللي كنا عاوزين نرميها. بصوا رجعت عاملة ازاي، يعني خلطة سحرية. لو وصلت معايا لحد دلوقتي متنسونيش بقى في لايك، عشان الفيديو بصراحة يستحق لايك كبير ويستحق اشتراك لو لسه ما اشتركتوش، عشان تشوفوا معايا كل حاجة حلوة. وتعالوا بقى بينا هنعمل الخلطة التانية، وهقول لكم ازاي ننضف برضو حاجة احنا كنا ممكن نرميها هنرجعها جديدة زي الأول. عندنا عيون البوتاجاز خلاص زهقانين منها وخلاص مليانة شحم وصماد وشكلها كده ما بقاش عاجبنا، وخلاص زهقانين منها وعاوزينها بقى ترجع جديدة زي الأول. تعالي بينا هقولك ازاي نرجعها زي الأول وأحسن كمان. هاتي كده عيون كلها، وهاتي كده صينية او طبق كده معانا، وتعالوا بقى بينا نشوف هنعمل ايه وازاي نرجعها زي الاول وكأنها لسه جديدة. وهنطلع اي شحم واي صمود واي حاجة موجودة فيها. نجيب صينية، بس صينية تكون كده يعني كبيرة شوية، ومعانا بقى كوباية من الخل، مج كبير كده معانا من الخل، بس برضو يكون الخل يكون خام. اهم حاجة يكون الخل بتاعنا خام. انا عاوزة الصينية تكون واسعة عشان نحط العيون فيها تبقى كلها جنب بعضيها مش فوق بعض. وهنحط حوالي 3 كوبايات مية، انا مش عاوزة مية كتير عشان الخل يعمل تفاعل. هنجيب بقى كده العيون بتاعتنا ونبدأ نحط كده نحطها في الصينية، بس نحطها جنب بعضها، يعني مش هينفع نحط واحدة فوق واحدة عشان كلها تبقى طايلها المية. وهاتيه بقى العيون كلها كده وابدأي رصوها. طبعا المية برضو بتكون سخنة مع الخل، وبنبدأ نضيفها وبنبيتها برضو ليلة كاملة. وبعد الليلة الكاملة تعالوا بقى ونشوف ايه اللي حصل في العيون بتاعتنا وازاي قدرت ان احنا نرجعها زي ما كانت الاول، كمان يمكن احسن. بصوا يا جماعة رجعت احلى من الاول، جديدة من غير ما نعمل فيها اي حاجة. عاوزاكم بس تبصوا على المية، تشوفوا المية اللي باتت فيها بقت عاملة ازاي. اخدت كل السماد اللي فيها والشحوم والزيوت وكل حاجة هي نظفتها من نفسها، من غير ما نحط فيها سلكة ولا ندعكها ولا اي حاجة خالص. يا دوبك بنشيلها نلاقيها نطفت من اي حاجة موجودة فيها، يعني رجعناها زي الاول وكمان بمكون واحد، وكمان يعني مش بياخدش معانا اي مجهود خالص. كمان معايا طريقة تانية حلوة جدا جدا ان شاء الله هتعجبكم، بس برضو يا ريت ما تنسونيش في لايك كده كبير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن وكل يستفاد من الطرق بتاعتنا ديت. ولسه ما اشتركتوش في القناة مستنياكم تشتركوا في القناة عشان تشوفوا معايا كل جديد. وتعالى اعمل لكم الطريقة التانية. معانا حلة رفعناها على النار، حطينا فيها معلقة من الكربوناتو، ممكن تضيفي برضو بيكربوناتو، ده بيكربونات الصوديوم، ممكن نضيف كربوناتو برضو معاه عادي عشان يعمل يغلي كده. فضفنا كده مية سخنة ومعلقة بيكربونات الصوديوم وغليناها على النار، واول ما تغلي بتشوفيها بقى من المنظر دوت. بصوا على الميه نزلت كل الرواسب اللي فيها،
يلا بقى ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة، واسيبكم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.